طيب يا حاج خالد، دلوقتي احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان في لغات للبرمجه، وطبعا احنا يعني انت قلت لنا ان هي مش اللغه الانجليزيه والعربيه والفرنسيه اللي هي اللغات اللي احنا عارفينها. ايوه تمام، كويس انك فاكر. فما هي بقى لغات البرمجه؟ حلو. احنا قلنا ان لغات البرمجه مبدئيا هتتكتب بالانجلش، خلاص مالناش دعوه بالفرنساوي والالماني والكلام ده. ماشي. يعني شويه اوامر او زي ما انت قلت كده كوماند بالانجليزي. ايوه. او شبيهه بالانجليزي قوي. تمام. ف وكل لغه بتختلف عن الثانيه في طريقه التركيب بتاعها. تمام. في عندنا مثلا لغه بايثون. بايثون. بايثون دي بتستخدم لتطبيقات الذكاء الصناعي، حلوه قوي في تطبيقات الذكاء الصناعي والداتا ساينس والحاجات الجديده دي كلها. حلو. هي لغه شامله قوي، بس يعني بتساعد في الذكاء الاصطناعي كويس جدا. حلو. في لغه جافا سكريبت. تمام. جافا سكريبت دي اللي هي معمول بها البرمجه بتاعت مواقع الويب. يعني انت لما بتدوس كده على بطن في الموقع اللي انت فاتحه، الحاجه اللي بتتنفذ في الخلفيه دي غالبا مكتوبه بجافا سكريبت. سواء بقى في الفرونت اند الجزء اللي انت شايفه، او في الباك اند اللي هو السيرفر اللي بيخدم عليك، دي كلها جافا سكريبت. تمام. الحاجه الثالثه في لغه زي سي بلس بلس. سي بلس بلس دي بتستخدم في برمجه الالعاب وبرمجه تطبيقات الديسك توب اللي هي بتشتغل في الويندوز على الديسك توب زي ما شفنا المره اللي فاتت كده. ايوه. فدي زي بابجي وكده والحاجات دي. ايوه بالظبط كده. فدي تعتبر ثلاث او من اشهر لغات البرمجه الموجوده. تمام. حلو كده. احنا عشان نبدا نتعلم او نختار واحده من دول نتعلم بيها مع الناس زي ما وعدناهم، انا ما بفضلش كده. انا بفضل في لغه بسيطه قوي وموجوده على اجهزتنا. احنا عشان ننفذ حاجه من البرامج من اللغات دي محتاجين ننزل حاجات مساعده من الانترنت. لا، انا مش هحتاج في اللغه اللي انا اخترتها ان انا انزل حاجه مساعده. انا اخترت لغه اسمها VBA فيجوال بيزك فور ابلكيشنز. فيجوال بيزك ابلكيشن. VBA دي لغه برمجه فيها كل الاوامر او الاساسيه الموجوده في اي لغه برمجه. لو اتعلمناها هنقدر نتعلم اي لغه ثانيه. ايه ميزتها؟ انها مدمجه في تطبيقات الاوفيس اللي هي موجوده على كل الاجهزه بتاعتنا. مفيش جهاز طبعا عندنا ما لهوش الاوفيس، فاي واحد عاوز يتعلم معايا يفتح بس جهاز البي سي او اللابتوب بتاعه ويفتح مايكروسوفت اكسس، ومن هناك هنبدا البرمجه بتاعتنا بالفي بي اي. في بي اي يا جماعه فيجوال بيزك. خلي بالكم بيزك، لغه بيزك دي كانت اول لغه اتعلمناها في الكليه في التسعينات او في الثمانينات كمان. بيزك مش معناها اساسي، بيزك يعني بدايتها بيجنرز اول بيربوس، يعني لغه للمبتدئين وتقدر تنفذ بيها اي حاجه لما ظهرت ساعتها. فلو اتعلمناها هنقدر من خلالها اول حاجه هنعمل ابلكيشن سريع قوي نقدر نحس بيه ان احنا عملنا حاجه من غير ما نتكلم نظري كتير زي بقيه اللغات، وفي نفس الوقت هنتعلم اساسيات البرمجه باي لغه ثانيه. وده اللي هنبدا بيه المره الجايه ان شاء الله. ماشي؟ انا مش عايزك تقعد تهز راسك وخلاص. ماشي. كفايه عليك كده، والمره الجايه انا هبدا مع الناس. خلاص ماشي يا باشا. يعني انا اتوكل على الله. طير انا. حبيبي يلا. ماشي خلاص، هتفرج على الفيديو لما ينزل بقى. اهم حاجه يا جماعه اللايك والسبسكرايب بقى، عايزين طير الفيديو. تمام ان شاء الله. ماشي يا باشا. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا جماعه انتوا بتحبوا عمر يظهر معايا ولا اقعد انا اتكلم مني ليكوا كده؟ قولوا لي في التعليقات، والمرات اللي جايه هنراعي كل طلباتكم ان شاء الله. اوكي يلا، سلام عليكم. اشوفكم الفلوج الجاي. سلام.